السؤال اللي بيجيلي كتير جدا لو بدأت في شهر 3 هلحق ولا لا، وهل لسه في امل؟ اسمعني كويس. لو انت طالب في ثانويه عامه وعايز تبدا حاليا في الفتره ديت وحاسس ان السنه خلاص ضاعت منك، الفيديو ده مهم جدا ليه؟ لان في طلاب كتير جدا بتبدا الفتره دي وبتدخل كليات كويسه جدا، لكن ده بيحصل بشروط معينه، ولو عملت عكسها غالبا مش هتجيب مجموع. فانا بقى هلخص لك الموضوع ده كله في 3 4 نقط اهم من بعض في الفيديو ده، تقريبا فيديو مصيري ليك لو انت ناوي تبدا، وهديك برده خطه بسيطه تمشي عليها من النهارده، وهنتكلم برده في مشكله النسيان. فانت ركز جدا في الفيديو ده لان الفيديو ده مهم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. هنتكلم النهارده في موضوع محير ناس كتير جدا، وسؤال محير طلاب كتير جدا: هل لو بدأت دلوقتي اللي هو شهر 3 هلحق ولا لا؟ لان في ناس كتير جدا خايفه تبدأ دلوقتي وما تلحقش، وتكون عملت كل ده على الفاضي وتعبت على الفاضي، وناس الموضوع ده محيرها جدا ومش عارفين يبدأوا وعمالين يضيعوا في الوقت اكتر، لسه مش عارفين ياخدوا قرار. فانا في الفيديو ده هكلمك عن كل حاجه في التفصيل، وهقول لك برده تجربتي الشخصيه. اكد انك مشترك في القناه، بننزل كل يوم فيديو الساعه 9 بنتكلم في جميع مشاكل ثانويه عامه، فما تخليش الفيديوهات دي تفوتك، واعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب، لان في ناس كتير محتاجه الفيديو ده. اول حاجه لازم تفهمها، اكبر غلطه بتعملها الطلاب دلوقتي ان هم عايزين يلموا المنهج كله مره واحده، وده بيسبب حاجتين: ضغط نفسي كبير جدا جدا جدا، وضياع للوقت بدون اي نتيجه. وحل المشكله دي مش انك تخلص المنهج بسرعه، حل المشكله دي انك تخلص اهم اجزاء في المنهج. انت هتكون مطمن لان انت مذاكر معظم الحاجات ومذاكر حاجات مهمه. النقطه الثانيه ودي مهمه جدا 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 لازم تركز فيها، وان المذاكره لازم تبقى بالنسبه لك في الفتره دي 3 اجزاء. اول حاجه الفهم السريع، يعني مثلا لو عندك درس مثلا ممكن تقرا الملخص بتاعه، ممكن تشوف ملخص شرح ملخص سريع، لكن ما تقعدش مثلا تفهم في الدرس تسمع محاضره 3 4 ساعات، ما تقعدش تفهم في الدرس من اول وجديد وتسمع محاضره مثلا 3 4 ساعات. انت في الفتره دي ما عندكش وقت، ودي النقطه اللي انا بحاول اوصلها لناس كتير جدا والناس مش مستوعباها. يعني انت لو المعلومه وصلت لك بنسبه 60% فده كافي جدا، وهتكمل الباقي حل. لان يا جماعه الناس متخيله ان انت تلم منهج سنه كامله في 3 شهور دوت حاجه سهله. انت متخيل انت بتعمل ايه؟ انت بتلم منهج سنه كامله في 3 شهور. الناس مش عايزه تتعب، الناس مش عايزه تبدا، الناس فاكره الموضوع سهل. لما جيت اعمل جدول لم المواد كلها للناس اللي لسه بادئه من الصفر، انا ما رضيتش اعمل الجدول ده. انا عملت الفيزياء والكيمياء والاحياء وسايبهم على القناه، وبنزل صور للجدول موجوده على المنتدى على القناه، ممكن تخش تشوفها. ما رضيتش اعمل المواد كلها ليه يا جماعه؟ لان في نوعيه من الناس كده فاكرين ان الموضوع سهل جدا، وعايزين ياخدوا كل يوم مثلا درس، يعني عايزين يلموا منهج السنه كامله في 3 شهور وما يتعبوش، عايزين كل يوم بقى درس واحد ويحلوا عليه او ما يحلوش عليه ويكملوا على كده. طب انت هتخلص امتى؟ يعني هتخلص السنه الجايه ولا هتخلص امتى؟ عشان الناس دول بالذات انا ما رضيتش اعمل جدول مضغوط وجدول تقيل. انت لو في نيتك تبدا وعايز تبقى حاجه بجد لازم تتعب، هتعمل اي حاجه، يعني انت هتتعب وهتعمل اي حاجه. فما تفهمنيش ان انت عايز تلم منهج سنه كامله في 3 شهور ومش عايز تتعب، والموضوع مش هيبقى فيه ضغط. الموضوع صعب جدا، الموضوع عايز واحد عنده اراده، واحد واخد قرار بينه وبين نفسه بجد، يعني واخد قرار بينه وبين نفسه بجد، وخلاص بقى ما عادش فارقه معاه اي حاجه. فاضل 3 شهور هلم اللي اقدر عليه، هلم الدنيا، هتعب ازاي؟ يعني انت لو لسه بادئ المفروض في الفتره ديت انت بتذاكر 24 ساعه، انت بتشيل وقت النوم والصلاه والاكل، ولو مثلا ساعتين 3 اللي هتاخدهم راحه، وبتذاكر بقيه اليوم. انت متخيل الناس اللي هي لسه بادئه من الصفر خالص، لسه بادئه في كل المواد وعايزه تذاكر كل يوم درس وتحل عليه او ما تحلش عليه؟ فانتوا ربنا يعينكم. الحاجه الثالثه الحل، ودوت اتكلمت عليه في تقريبا في كل فيديوهات يا جماعه. الفتره دي الحل مهم جدا، لازم بعد مثلا كل درس تحل لك 30 سؤال امتحان صغير، لان الحل ده بيعمل لك 3 حاجات: بيثبت المعلومه، وبيعلمك ازاي تفكر، وبيعلمك شكل اسئله جاي ازاي. ففي طلاب كتير بتذاكر كويس جدا، يعني ناس بتذاكر كويس جدا وما بيحلوش، يعني بيذاكر كويس جدا وما بيحلش. ده اكبر سبب ان هم بينسوا، لان الحل بينقل لك المعلومه من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى. الموضوع مهم جدا يا جماعه، مش تستهونوا بيه. رقم 4 المراجعه على القديم، لازم تراجع على الحاجه القديمه، لو 10 دقايق، لو تلت ساعه، لو نص ساعه في اليوم، ده هتعرف تعمله بطريقه التكرار المتباعد اللي انا اتكلمت عليها في كل فيديوهاتي تقريبا. فالمراجعه المستمره هي اللي بتخلي المعلومه ما تضيعش. نيجي بقى على مشكله كبيره جدا، مشكله النسيان. ناس كتير بيبعتوا لي ان هم بيذاكروا وبينسوا بسرعه، وده طبيعي جدا. وحل المشكله دي يا جماعه التكرار المتباعد. والله العظيم دي تقريبا احسن طريقه مذاكره انا جربتها، لان انت بتقرا حاجه بتركيز مثلا في 10 دقائق، وانت مش يعني بتقراها في 10 دقائق مش هتاخد من وقتك حاجه، تيجي في اخر الاسبوع بتلاقي نفسك حافظ الدرس حافظه. فالموضوع ما تضيعش الطريقه دي من ايدك، دي احسن طريقه، هتوفر عليك وقت، هتثبت لك المعلومه ومش هتاخد منك مجهود. فالطريقه دي مهمه جدا جدا جدا. نيجي بقى لمشكله الموبايل. خلينا متفقين يا جماعه ان الموبايل ممكن ياخد منك 3 4 ساعات في اليوم، وده حرام جدا، لان انت اولى بال3 4 ساعات دول ممكن تذاكر فيهم اي حاجه. فخلينا متفقين ان الموبايل وانت بتذاكر بره الاوضه. ما تضحكش على نفسك، ما عادش في وقت ان انت تضحك على نفسك، او ما عادش في وقت للكلام دوت.
تيجي تذاكر الموبايل ترميه بره الاوضه خالص بعيد عنك. طب لو انت هتذاكر عليه يبقى تنزل اي برنامج بيقفل لك التطبيقات، بيقفل لك الاشعارات، بيقفل لك كل حاجه، بحيث ان يكون تركيزك الكامل على المذاكره بدون اي مشتتات، بدون اي حاجه. خليني اقول لك بقى خطه بسيطه جدا تمشي عليها. انت كل يوم محتاج تذاكر ماده جديده، ماده تانية، تحل اسئله ومراجعه قديم. لو عملت ده كل يوم هتتفاجئ بالكميه اللي انت تخلصها صدقني. ونصيحه مني يا جماعه، ما تبصش على المنهج كل مره واحده، ده بيخوف اي حد، ده هيبوظ لك نفسيتك، ده مش هيخليك تبدا. الحاجه الوحيده اللي انت مطالب بيها او السؤال اللي انت لازم تساله نفسك، انت عملت ايه النهارده؟ انت مطالب باليوم، مش مطالب غير بكده. واخر نقطه في الفيديو، ثانويه عامه مش باللي بدا بدري، ثانويه عامه باللي التزم مع نفسه، باللي اخد قرار مع نفسه، باللي بدا من النهارده وكمل. 3 شهور الجايين كافيين جدا ان هم يغيروا نتيجتك، كافيين جدا ان هم يغيروا حياتك 180 درجه. ما تضيعش الفرصه دي من ايدك، عشان صدقني والله هتندم. طب يا جماعه لو الفيديو ده فادك اشترك في القناه، خد لفه في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير جدا بنتكلم في كل المواضيع، بنتكلم في كل مشاكل ثانويه عامه. اعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب. اكتب لي في كومنت المشكله بتاعتك، هرد على كل الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.